احنا ما عندناش مطالب بمفهوم مطالب كما نحن مطالب. عندما نقول مطالب نقول فئوية، عندما نقول مطالب نقول مشاكل خاصة، استجابة للمطالب ديالنا حنا الخاصة غادا ستؤدي إلى حل المشكل. نحن لدينا مشكلات، والفرق كبير بين المشكلات وبين المطالب، وإن كان داخل هذه المشكلات مطلب أو مطلبين، ولكن نحن أمام مشكلات، لأن الأمر لا يعنينا في العمق بمفردنا. مشروع قانون المسطرة المدنية لا يعنينا بمفردنا، هذا مشكل ديال المواطن، مشكل سيعاني منه المواطن، ستعاني منه المواطنة، سيعاني منه المتقاضي. اسمح لي غير التوضيح، ماشي 90% اللي يمسوا المتقاضي، أقل من 10% اللي كيمس المتقاضي. باش للتوضيح، مشروع قانون المسطرة المدنية فيه أشياء إيجابية كثيرة ما دمتي ذكرتي على قانون المسطرة المدنية، ولكن نقول بأنه ديك 10% أو أقل من 10% ربما ما توصلش حتى 3% ولا 4% هي التي فيها خطورة على المتقاضي. 10 الفصول، 8 ولا 10 ديال الفصول. نتساءل لماذا نضحي بحقوق الدفاع، ولماذا نضحي بتراث قضائي في ميدان حقوق الدفاع وبأشياء وبمعطيات دستورية واردة في الدستور؟ من أجل ماذا؟ إذا كان الأمر يتعلق بتيسير تصريف القضايا ينبغي البحث عن بدائل أخرى، لا ينبغي أن تكون على حساب الدفاع وعلى حساب حقوق المواطن. إذا كان الغرض هو حكم أكثر عدد من الملفات الممكن، نحن نتمسك بالجودة وبحقوق الدفاع وبالسرعة العادية، ماشي السرعة المفرطة، السرعة العادية التي تراعي حقوق الدفاع. إذا نحن نقول بأن لدينا مشكلات مرتبطة بمفهوم العدالة في الوطن، مرتبطة بمفهوم الأمن القانوني، مرتبطة بمفهوم الأمن القضائي، ونقول بأنه هناك نصوص اليوم في مشروع قانون المسطرة المدنية تضرب في العمق هذه المفاهيم. تحدثت عن، قلت بأن الملتقى يتلاقاو، احنا الملتقى ملتقى الطرق، عندنا 3 المرتكزات أساسية نستحضرها ونحن نتخذ مواقفنا. أولا الدستور المغربي، ثانيا خطابات جلالة الملك التي تضع المواطن في صلب كل إصلاح تشريعي، ثالثا العدالة في بلدنا. هذو هما ال3 اللي كيقودونا الآن. ومن يقول بأن هذه أمور فئوية وشخصية وخاصة أظن مخطئ في التقدير. وإلا بغيتوا نشرحوا من بعد نشرحوا النصوص، يمكن لكم ترجعوا لها. النصوص هي تمس المواطن. عندما نقول تغريب المواطن عندما يدافع عن نفسه، هذا مرتبط بالمواطن، ماشي المحامي اللي غيأدي الغرامة. تفهموها؟ راه ماشي حنا، راه المواطن المتقاضي اللي غيأدي الغرامة. تقاضي بسوء النية وبالمفهوم وبالمنطق اللي وارد في النص. حنا ما كيمسش بينا، ولكن كيمس بينا اخلاقيا الا ما قلناهاش، لانه كيمس بالمواطن وكيجعل جهات ماشي بالضروره انها تكون طرف في هذا النزاع. اذا هذا الاخر خصو يفهم هذه اللغه وهذا المنطق. ثانيا هذا الموقف اللي خديناه ما تنساش، حنا راه في المغرب، وحنا في دستور 2011، والمحاماة في المغرب عبر تاريخها راه كانت تكاد تشكل استثناء في العالم العربي. وبغينا هذا الاستثناء يبقى، الاستثناء أننا أحرار ونمارس مهامنا بحرية، وأن الدولة لم يسبق لها في تاريخها وفي الأوقات الصعبة أن شوشت على الدفاع، فبالأحرى أن تكون مست به كما كان يحدث في دول أخرى.
إذن هذا الإرث وهذه المكتسبات ما نقبلوش نهائيا اليوم انهم يتم التعاطي معها بشكل اقل، بشكل لا يراعي لا حرمه ولا كرامه المحاماه ولا كرامه مؤسستها. وبالتالي بقدر فخرنا واعتزازنا بأدوارنا وطلائعنا التاريخيه التي قامت بها مهنه المحاماه في مغرب كان فيه ذلك متاحا، مش ما نساواش في الأوقات الصعبة وفي سنوات طويناها طيا، سنوات طويناها طيا، سنوات لم تكن سهلة في المغرب وكانت الدولة تحترم المحاماة. فما بالك بعد هذا الطي وبعد هذا الماضي؟ إذا نحن محامون اليوم، المحاماة تعاني من خطابات تحريضية، من خطابات تبخيسية، من خطابات تجعلنا وكأننا نحن المسؤولون والمسؤولات عن كل مطبات العدالة في المغرب، كأننا حنا اللي كنأخروا الملفات فقط بسببنا، وحنا اللي كنسبوا في تراكم الملفات، وحنا اللي كنسبوا في تمطيط الإجراءات. وبالتالي للأسف وبالتالي فموقفنا اليوم ووقوفنا اليوم وتوقفنا اليوم هو للتنبيه لهذه المشكلة. نحن نسعى لأن نكون في مستوى دول أخرى، دول اللي تنتمي إلى حضارات عريقة في الديمقراطية وفي الحقوق والحريات. ماشي نريد أن ننافسها، ماشي أن ننزل إلى أنا اسمحوا لي، أنا كيجيني عيب اليوم أننا نتذكروا على المحاماة بسقف وبشكل غدا ولا بعد غدا تولي دول متخلفة أكثر منا في هذا الباب هذا وفي هذا المجال، ما رضاوهاش لبلادنا.